السلام عليكم متابعين قناة جيجي جلوتين فري. ويلا هريس عراقي خالي من الجلوتين. اليوم راح نعمله بالحبة الشوفان الكاملة الخالية من الجلوتين. متعودين الكل يعني احنا والكل نسوي بالشرايح مالت الشوفان هاي العادية نسميها سيدز اوت او شرايح الشوفان، بس المرة بالحبة الكاملة يطلع مطابق للحبية مالت القمح، يعني نفس طعمه بس طبعا بالشوفان، وراح يكون اسهل يعني ما يراد لها نقع. شوفوا ما شاء الله تجنن. حبايبي متابعين قناة جيجي جلوتين فري، جيجي خالي من الجلوتين، اللي ما مشترك يشترك، واللايك الحلو من ايدكم الحلوة والتعليق الحلو مثلكم. هذا المنتج هو منتج إيراني يكون بشوفان حبة كاملة. الحبة كاملة راح تشوفونها تشبه حبوب القمح والشعير وهذه، بس وهذا شوفان خالي من الجلوتين منقى. هو الشوفان عموما خالي من الجلوتين، بس لازم يكون منقى ما وياه غير حبوب مختلطة وياه يعني بالتعليب أو التصنيع. شوفوا هاي الحبة راح تكون ترفة ما تحتاج نقع، على طول نطبخها نقدر. راح استعمل هنا نص كوب، وراح اغسله الغسل هيجي هو كلش نظيف يعني مجرد هيك. وراح اضيف على طول هنا المي. اللي هنا يحب الدجاج لحم يكون مسلوق وجاهز وكلش ترف، يعني كلش مسلوق سلق كامل، ويضيفه هنا بهذه الخطوة. واللي يحب يعني بالمي مالت السلق مالت اللحم او الدجاج هم يضيف براحته. انا بنتي تحبه سادة يعني اضيف مي بس ورشة ملح. هنا بهذه الخطوة ضفت تقريبا 3 أكواب. هو طبعا يحتاج مي أكثر لأن هاي حبة كاملة مو مثل الشرايح. هنا هذا أكو نوع ثاني همين نفس الحبة الكاملة بس شنو مدشوش يسموه، يعني مدقوق، يعني مكسر. هذا بالاستواء أكيد راح يكون يعني ياخذ وقت أقل، بس شنو هذيك الحبة الكاملة اللي يحب المضغة نفسها مالت الحبية. يبقى على الذوق. هنا خليته تقريبا ورا ربع ساعة، بعدين شفته يحتاج بعد ويحتاج بعد مي، ضفت له مي وخليتها بعد. هنا تفتحت الحبة بس هم شرب كل المي. بعد يحتاج يعني شفت انه يحتاج مي هواي، انا اول مرة اطبخه. هذيك الشرايح ما تحتاج هالدرجة مي يعني. ومثل يعني عادة احنا الحبوب من نطبخها نشوفها تحتاج مي نكملها. كملوا مي تشيل تردونه. شفت هنا تفتحت تماما الحبة، فنهرسه كل زين. شوفوا ما شاء الله. يحتاج ما يضيفوا ماي حتى بالهرس يعني. وهنا صبيت وخليت عليه زبدة مذابة فشي قليل، وراح نخلي عليه القرفة والسكر حسب الرغبة. إذا تحبون سكر دايت، أكو سكر جوز هندي يسمونه، أكو سكر التمر براحتكم، عسل وقرفة يعني اللي حابين يسوون دايت أو شي صحي. وطلع ما شاء الله روعة وكلش نفس الهريس العراقي العادي اللي بالحبية. يعني هذا أفضل خيار اللي يحب يجربه، واللي ما يعرف طريقته هاي قلت لكم. وقت الطبخ تقريبا خذ يعني ساعة لأن على نار هادية، اللي يريد يعرف وقت الطبخ.